جلال المخفي. أهلا بك جلال. ما الذي جرى خلال زيارة بابيلا للمغرب وعلى أساسه تمت هذه الإقالة؟ مساء الخير. المسؤول الجنوب الافريقي تمحورت زيارته بالخصوص حول مباحثات لتعزيز العلاقات الاقتصاديه، ولم تكن مركزه على الجوانب السياسيه. وقد اشار هذا المسؤول بنفسه في تصريح للصحافه المغربيه عقب مباحثاته مع وزير الخارجيه المغربي الى اهميه تكثيف العلاقات الاقتصاديه والتجاريه بين بلاده والمغرب، داعيا في الوقت نفسه الشركات المغربيه الى الاستثمار في جنوب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. فيديو جديد، فيديو ضربة قاضية لجرسو في خطوة مفاجئة وغير متوقعة. في ظل التحالف القوي بين جنوب إفريقيا والجزائر، قام وفد رفيع المستوى من جنوب إفريقيا بزيارة رسمية للمملكة المغربية. يا سيدي، جنوب إفريقيا قامت بزيارة للمملكة المغربية رغم التحالف القوي بين المغرب الجزائر وجنوب إفريقيا على الوحدة الترابية المغربية. اسمع مزيان، هاد الزيارة اللي كتجي في واحد السياق حساس. كتعرفوا باللي العلاقة المغربية الجزائرية متوترة، واللي جنوب إفريقيا كيتعتبر من الحلفاء الرئيسيين ديال الجزائر، أي جار السوء في القارة الإفريقية. ورغم هذا التحالف فالمغرب كيبقى لاعب أساسي في المشهد الإفريقي الكرغولي، وكيعزز مكانته الدبلوماسية من خلال استقطاب اهتمام الدول كجنوب إفريقيا. هاد الزيارة مشاهدينا الكرام كتعكس الرغبة ديال البلدين. كيفاش؟ كتعكس الرغبة البلدين في فتح قنوات جديدة ديال التواصل والتعاون مع البحث على مجالات مشتركة كالاستثمار والتبادل التجاري فيما بينهما. بحال الطاقة المتجددة، الفلاحة والسياحة. كيبقى السؤال مطروح، واش هاد الزيارة غادي تكون بداية صفحة جديدة في العلاقات بين الرباط وبريتوريا، ولا مجرد خطوة تكتيكية وسط التوترات الإقليمية اللي كتعرفها المنطقة؟ في هذا الفيديو مشاهدينا الكرام أتشاهدوا فيه تحليل منطقي لهذه الزيارة على قناة معروفة ولها سمعة. ما نطولش عليكم، شاهدوا الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله. افريقيا على غرار العديد من الشركات الجنوب افريقيه التي تستثمر في المغرب. الصحافه المغربيه علقت على هذه الاقاله وعلى الجدل الدائر في جنوب افريقيا بعده عناوين، منها مثلا ان الدبلوماسيه المغربيه تخترق الحزب إلى جنوب إفريقيا رئيس لجنة العلاقات الدولية في حزب المؤتمر الوطني الإفريقي أوبيد بابيلا أقيل من منصبه، إقالة جاءت كعقاب بعد زيارته للمغرب مع وفد من الحزب ولقائه بوزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة وتعبيره عن تعزيز العلاقات بين المغرب وجنوب إفريقيا. الحليف لجبهة البوليساريو المطالبة باستقلال الصحراء الغربية عن المغرب. المؤتمر الوطني الإفريقي وهو حزب الرئيس في جنوب إفريقيا سارع إلى التأكيد على أن بابيلا أخبر الحزب بإجراء زيارة خاصة فقط إلى المغرب. ومعنا مراسلنا من المغرب جلال المخفي. أهلا بك جلال. ما الذي جرى خلال زيارة بابيلا للمغرب وعلى أساسه تمت هذه الإقالة؟ مساء الخير. المسؤول الجنوب الافريقي تمحورت زيارته بالخصوص حول مباحثات لتعزيز العلاقات الاقتصاديه، ولم تكن مركزه على الجوانب السياسيه. وقد اشار هذا المسؤول بنفسه في تصريح للصحافه المغربيه عقب مباحثاته مع وزير الخارجيه المغربي
إلى أهمية تكثيف العلاقات الاقتصادية والتجارية بين بلاده والمغرب، داعيا في الوقت نفسه الشركات المغربية إلى الاستثمار في جنوب إفريقيا على غرار العديد من الشركات الجنوب إفريقية التي تستثمر في المغرب. الصحافة المغربية علقت على هذه الإقالة وعلى الجدل الدائر في جنوب إفريقيا بعدة عناوين، منها مثلا أن الدبلوماسية المغربية تخترق الحزب الحاكم في جنوب إفريقيا، أو أن لقاء وفد جنوب إفريقيا مع بوريطة يخلق جدلا في جنوب إفريقيا ويثير قلق الجزائر وبوليزاريو. بالنسبة للصحافة المغربية هناك قلق ساور الجزائر وجبهة بوليزاريو من زيارة هذا الوفد للمغرب، ما دفعها للتدخل لطلب توضيح من حزب المؤتمر الوطني الإفريقي الذي قرر كما أشرت إقالة هذا المسؤول باعتبار أن زيارته تتعارض مع مواقف الحزب بخصوص قضية الصحراء. بالنسبة للصحافة المغربية دائما الجزائر تسارع لمحاولة كبح أي خطوات تقارب بين المغرب والدول الإفريقية التي لا زالت تدعم بوليزاريو، حيث سبق لها أن سارعت إلى دفع كينيا للتراجع عن سحب اعترافها بجبهة بوليزاريو خلال حفل تنصيب ويليام روتو رئيسا للبلاد منذ سنين. حسب المراقبين يمكن القول أن هناك حربا للمواقع بين المغرب والجزائر. المغرب يحاول التقرب من الدول التي ما زالت تعترف ببوليزاريو ويحاول أن يجرها على الأقل إلى منطقة الحياد وسحب الاعتراف بالجمهورية، ما يسمى بالجمهورية الصحراوية، وهو ما دعا إليه العاهل المغربي بالأمس خلال خطاب في البرلمان. دعا الدبلوماسية المغربية للعمل في هذا الجانب بالخصوص. شكرا لك مراسل إذاعة مونتي كارلو الدولية، كنت معنا من الرباط جلال المخفي. شكرا لك. وفي خبر ورد الاتحاد الأوروبي بشكل يوازن مصالح الطرفين ويدعم جهود التنمية في الجزائر من دون قيد أو شرط أو عوائق، وذلك في خضم تأكيدات جزائرية بأن البلاد لم تستفد على الأقل كفاية على المستويين الاقتصادي والتجاري من هذه الشراكة. مع ضيفي مشاهدينا الكرام سيلتحق بي خلال لحظات أرجو ذلك من مدينة معسكر بالغرب الجزائرية الدكتور أبو الفضل محمد بهلولي، أستاذ العلوم السياسية والقانون العام بجامعة معسكر، ومعنا من بون في ألمانيا مشاهدينا الكرام السيد منصف سليمي الصحفي المختص بالشؤون المغاربية والأوروبية. سيد منصف سليمي أهلا بك ومرحبا وشكرا جزيلا لك على تلبية هذه الدعوة. أهلا بك. مرحبا بك، كل الترحيب. أبدأ معك سيد منصف سليمي، من وجهة نظرك أولا ما تعليقك على هذا المطلب الجزائري، ومن وجهة نظرك أي اعتبارات موضوعية تكمن وراء تطلع الجزائر لإعادة التفاوض على بنود اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وهل هي اقتصادية تجارية محضة؟ بالتأكيد أن اتفاق الشراكة الموقع بين الجزائر والاتحاد الأوروبي في عام 2002 مرت عليه أكثر من 20 سنة الآن، ويحتاج إلى تحيينات وتحديثات، وطلبات أو دعوات الجزائر لمراجعة هذه الاتفاقية بدأت منذ سنتين على الأقل أو حتى أكثر، لكن ازدادت الآن إلحاحا، ووضعها الرئيس عبد المجيد تبون بعد انتخابه مؤخرا ليكون أولوية في سنة 2025، ولذلك من المتوقع أن يبدأ. بالنسبة ربما الدوافع الرئيسية بالنسبة للجزائر، هنالك ما هو معلن بشكل واضح يتمثل أولا في قضية الميزان التجاري الذي ترى الجزائر أنها لا تستفيد تجاريا من الاتفاق، يعني عندما نستثني المحروقات تصبح يعني الفائض لصالح الاتحاد الأوروبي، ولكن عندما نحتسب جانب الطاقة الغاز والنفط وغيره يكون طبعا لصالح الجزائر بنسبة كبيرة. الجزائر الآن في إطار تنويع اقتصادها وقطاعات الاقتصاد تحاول أن تبني المفاوضات على الجانب خارج إطار الطاقة، والطاقة تكون بمفردها. هذا اعتبار أساسي. هنالك اعتبارات أخرى أعتقد تتجاوز الجانب السياسي والتقني، وهو أن هذه الخطوة تأتي كرد في الحقيقة على اتجاه الاتحاد الأوروبي إلى طرح وإلى وضع عدد من الإشكاليات التجارية التي وقعت بين الاتحاد والجزائر خلال العامين الأخيرين أمام تحكيم دولي،
وهنا يبدو أن المسألة فيها جوانب سياسية أيضا. طيب، سنأتي على ذلك خلال لحظات. للأسف تعذر علينا ربط الاتصال مع ضيفي بالصوت والصورة. ربطنا الاتصال معه عبر الهاتف من مدينة معسكر بالغرب الجزائري الدكتور أبو الفضل محمد بهلولي، أستاذ علوم السياسية والقانون العام بجامعة معسكر. شكرا جزيلا لك على تلبية هذه الدعوة. نحاول في الأثناء ربط الاتصال معك بالصوت والصورة من هناك الدكتور أبو الفضل محمد بهلولي، ولكن أود أن أسألك أيضا، الرئيس الجزائري يكشف عن مباشرة مراجعة هذا الاتفاق الذي أبرم في 2002 مع الاتحاد الأوروبي، دخل حيز التنفيذ في 2005، مراجعته بداية من العام المقبل. أود أن أفهم معك لماذا تطالب الجزائر بمراجعة هذا الاتفاق؟ ما الذي برر هذا المطلب؟ مساء الخير حكيم ولضيفك الكريم وللسادة مشاهدي قناة فرانس 24. أولا لابد أن نشير أنه من حق أي دولة أن تقوم بتعديل أي اتفاقية دولية، وهذا مطلب بحقيقة الأمر كان من النخبة الجزائرية أن يتم مباشرة تعديل اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي. لماذا؟ لأن هذه الاتفاقية هي اتفاقية غير متكافئة، وكانت في فترة زمنية مباشرة الجزائر كانت خارجة من عشرية سوداء واقتصاد منهار وديون. اليوم الظروف تغيرت، وبالتالي نستطيع أن نقول أن هنالك غبن بالنسبة لهذه الاتفاقية، وأن الجزائر لم تستفد الكثير من هذه الاتفاقية. لذلك هو الوقت المناسب لمراجعة هذه الاتفاقية، خاصة في إطار تشكل النظام الدولي الجديد وظهور وثيقتين مهمتين، هي وثيقة التنمية المستدامة للأمم المتحدة ووثيقة الأجندة الإفريقية ل 2063. أعتقد أن هنالك تغيرات اقتصادية ودبلوماسية وحتى سياسية أدت للرئيس الجزائري أن الظروف مناسبة الآن للمطالبة بتعديل وتغيير الكثير من بنود، إن لم نقل استئصال الكثير من القواعد داخل هذه الاتفاقية، لأنها اتفاقية غير متكافئة، وتصور أن كان هنالك غبن عن الجزائر، والجزائر لم تستفد الكثير من هذه الاتفاقية. طيب، الجزائر لم تستفد الكثير من هذه الاتفاقية. حتى أعود إلى ضيفي في الجانب المقابل لاستطلاع رأيه تحديدا بهذا الصدد. وزير الخارجية الجزائري رد سيد مصطفى سليمي بانتقاد على ضعف الاستثمارات الأوروبية في الجزائر باعتباره اتفاقا غير متوازن. من 13 مليار دولار استثمرت في الجزائر، أغلبها في مجال الطاقة. بين 2005 و2020 دول الاتحاد الأوروبي حققت 12 مليار دولار من الأرباح، في حين بلغ التبادل التجاري نحو 1000 مليار دولار في نفس الفترة، مع ضعف ملحوظ في صادرات الجزائر إذا استثنينا بطبيعة الحال المحروقات. هل بالفعل الجزائر لم تستفد كفاية من هذا الاتفاق؟ وأيضا هل تعاونت أيضا الجزائر بما يكفي مع الاتحاد الأوروبي لإنجاح اتفاق الشراكة، بأنك تحدثت عن الإجراء الذي فعله الاتحاد الأوروبي؟ في حقيقة الأمر هنالك أبعاد كثيرة متداخلة في موضوع الاتفاقية الشراكة بين أو طلب تجديد أو مراجعة الاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر. أبعاد فيها جوانب تقنية اقتصادية وتجارية صرفة ومتصلة بالاستثمار بالتأكيد، ولكن هنالك أبعاد أخرى متصلة بالجوانب جيوسياسية ومسألة تفاوضية. معلوم أن اتفاقيات الشراكة التي وقعها الاتحاد الأوروبي مع دول المغرب العربي جاءت بعد ما يعرف بمسار برشلونة، وهي كان يفترض أن تتم في إطار مغاربي على أساس أن منطقة المغرب العربي كسوق للاتحاد الأوروبي. وأصلا فلسفة هذه الاتفاقيات كانت في اتجاه لصالح الاتحاد الأوروبي، لأن الدول المغاربية كسوق هي سوق استهلاكية أكثر من اللي كانت هي يعني مستعدة اقتصاديا. لكن الانقسام في داخل الدول المغاربية جعل تلك الاتفاقيات تتم كل دولة على حدة، مما جعل شروطها التفاوضية بشكل عام ليست في صالح الدول المغاربية. هذه نقطة عامة يعني. لكن من الناحية الفعلية فإن منذ توقيع هذا الاتفاق خلال 10 سنوات الأخيرة تراجعت صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الجزائر بنسبة 30%.
وهذا التراجع يبدو أنه ليس فقط لأسباب تقنية واقتصادية، أيضا لأسباب سياسية، لأن تزامن ذلك مع صعود صادرات واستثمارات تركية مثلا، قطرية، صينية. أصبحت الصين في السنوات الأخيرة هي الشريك الأول. يبدو أن ذلك في الوقت الذي تزايد فيه اعتماد الاتحاد الأوروبي على الطاقة، على الغاز بالخصوص والنفط الجزائري خصوصا بعد حرب أوكرانيا. وبالتالي كان من الطبيعي أنه جانب الطاقة يرتفع بشكل كبير، لأنه معلوم أن روسيا وقع توقف في صادراتها بنسبة كبيرة نحو الاتحاد الأوروبي، وبالتالي تم الاعتماد بنسبة كبيرة على الجزائر، وصارت هي تقريبا تمول بنسبة 10%. لكن للموضوعية القول بأن سأورد كلام لأحد المسؤولين في جمعية المصدرين الجزائريين يقول أن صادراتنا لا توازي سوى ثلث وارداتنا، وذلك بسبب ضعف بنية الصادرات، لأنه هنالك ضعف في بنية الأعمال ومناخ الاستثمار في داخل الجزائر. وبالتالي فإن الجزائر هنالك مشاكل مرتبطة في علاقتها بالاتحاد الأوروبي، ولكن هنالك مشكل في إصلاح نظامها الاقتصادي الداخلي، تمشي بوتيرة بطيئة جدا. وحتى مع منظمة التجارة العالمية هنالك مشكل منذ 30 سنة، مفاوضات لم تفضي إلى نتائج. أعتقد أن هنالك جزء من المسؤولية على الجانب الجزائري فيما يتعلق بالإصلاحات أيضا. طيب، ويجيبك ضيفي بشأن هذا الجزء من المسؤولية الذي يلقى على عاتق الجزائر، حتى أعود إلى الدكتور أبو الفضل محمد بهلولي، أستاذ العلوم السياسية والقانون العام بجامعة معسكر. مطلب الجزائر هذا لمراجعة الاتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي يأتي في أعقاب إطلاق المفوضية الأوروبية هذه آلية لتسوية الخلافات، بعدما وجهت بعض الانتقادات أو الاتهامات للجزائر بفرض قيود على صادرات الاتحاد الأوروبي واستثماراتها على أراضيها. السؤال: هل تستبق الجزائر هذه الخطوة الأوروبية بمطلب المراجعة اليوم؟ وهل أخلت الجزائر فعلا بالتزاماتها تجاه أوروبا بموجب نص هذا الاتفاق الذي يقول مراقبون أوروبيون أن الجزائر استفادت منه ولو نسبي؟ طيب، حتى عبر الهاتف فقدنا الضيف. فقدنا ضيف في الجانب المقابل. أعود إليك سيد منصف سليمي، الصحفي المختص بالشؤون المغاربية والأوروبية. أواصل معك في هذا السياق لو سمحت. الاتحاد الأوروبي صراحة الجزائر تتحمل ربما جانب من المسؤولية، ولكن إذا ما عمليا على الأرض الاتحاد الأوروبي تقول الجزائر أنه لم ينقل التكنولوجيا، لم ينقل رؤوس الأموال المتفق عليها إلى الجزائر، بمعنى أن الجزائر ليست هي من خرقت هذا الاتفاق، وربما هي ليست هي من أوصلت هذا الاتفاق إلى الطريق مسدود ما تسبب في ربما تفعيل هذا الإجراء الأوروبي بحق الجزائر. لهذا السبب الجزائر اليوم ترغب في أن يكون اتفاق الشراكة هذا اتفاق رابح الند للند. تفضل. من حيث المبدأ الاتحاد الأوروبي منفتح على مراجعة الاتفاقية، ليس لديه مبدئيا يعني اعتراض على إمكانية مراجعة الاتفاقية. لكن من الناحية الموضوعية فإن قانون الاستثمار الجزائري الجديد الذي صدر في 2022 رغم أنه يتضمن إصلاحات لمناخ الأعمال والاستثمار في الجزائر، إلا أنه من الناحية الواقعية هنالك قيود عديدة ما تزال تمارس على مسألة الاستيراد وعلى شروط وسلاسل التوريد بالنسبة للجزائر. سأعطي مثلا قطاع السيارات الأوروبية، وهي أساسا سيارات مثلا ألمانية وفرنسية، تضررت في الفترة الأخيرة نظرا للعراقيل البيروقراطية والعراقيل فيما يتعلق سواء بتصنيعها هنالك محليا عبر وكلاء أو في مسألة صادراتها. في المقابل فإن السوق الآن أصبحت تسيطر عليها مثلا شركات إيطالية وشركات صينية. إيطاليا التي تربطها بالجزائر علاقات سياسية جيدة وأبرمت معها أكبر اتفاقية للغاز، بمعنى في نفس الوقت وقع تجميد اتفاقية الشراكة مع إسبانيا بسبب موضوع الصحراء. استسمحك يا سيد منصف السليمي حتى أكون منصفا من حيث الوقت، أسف لمقاطعتك. ربطنا الاتصال مجددا للأسف عبر الهاتف مع ضيفي الدكتور أبو الفضل محمد بهلولي. كنت قد سألتك قبل أن يقطع الاتصال دكتور
على أن هذا المطلب، مطلب مراجعة الاتفاق، يأتي في أعقاب تفعيل أوروبيا هذه الآلية لتسوية النزاعات مع بحق الجزائر. ثمة انتقادات وجهت للجزائر على أساس أنها فرضت قيود على صادرات الاتحاد الأوروبي واستثماراته، وسألتك عما إذا كانت الجزائر بهذا المطلب اليوم لمراجعة اتفاق الشراكة تستبق هذه الخطوة الأوروبية، وسألتك أيضا عما إذا كانت الجزائر فعلا قد خرقت هذا الاتفاق الأوروبي الذي يقول مراقبون أوروبيون أن الجزائر فعلا استفادت منه ولو نسبيا. اولا لابد ان نشير ان الاتفاقيه حاليا وبشكلها وبمضمونها تنعزم الى حسن النيه والى الثقه، وبالتالي اعتقد هذا السبب مهم وضروري لضروره تعديل هذه الاتفاقيه. الطرفين لم يعد بينهما الثقه. لماذا؟ لان الاتحاد الاوروبي اخل بالتزاماته. اولا لم يعمل على نقل التكنولوجيا بالنسبه الى الجزائر، اكتفى فقط بالقشور دون الذهاب الى صلب الموضوع. ثانيا لم يقم اي استثمارات مهمة وذات بعد استراتيجي تعمل على القضاء على البطالة والتنمية الاقتصادية، وبالتالي تصوري أن الاتحاد الأوروبي هو الذي أخل بالتزاماته. لكن عمليا أعتقد أن الطرفين شرعا في تعديل اتفاقية ميدانيا، انطلاقا أن الجزائر حقيقة من منطلق مبدأ السيادة فرضت قيود على بعض المنتوجات الأوروبية، وهذا أمر طبيعي لحماية المنتوج الداخلي. وفي نفس الوقت الاتحاد الأوروبي كذلك بدون تعديل هذه البنود ميدانيا قام بتعديل وتغيير في الاتفاقية